مساء الخير والسعادة. النهاردة هنتعرف سوا على أثر من الآثار المصرية اللي كلنا عارفينه بالاسم أو عارفين شكله، عارفين مكانه، لكن ما نعرفش تاريخه ايه، ما نعرفش ايه أهمية الأثر ده، الأهمية العالمية للأثر دوت، وازاي هو بيقدر يجذب جميع السياح للمكان دوت. الأثر ده هو معبد أبي سمبل أو معابد أبي سمبل. معبد أبي سمبل معبد أثري بيقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر، حوالي تقريبا 290 كيلو. هنا كده أنا في الطريق تقريبا كده وصلت. هو جنوب غرب أسوان، وهو أحد مواقع آثار النوبة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو بمواقع التراث العالمي. كده هنا أول بداية المدخل بتاع المعبد. طبعا المعبد بتمشي جوه مسافة طويلة جدا على بال ما بتوصل للمعبد. اليوم اللي انا روحته ده كان هو يوم التعامد، وانا عملت لكم فيديو كامل عن تعامد الشمس، وقد ايه كانت البهجة والفرحة، وقد ايه الناس كانوا مبسوطين، وقد ايه كان فخر ان كل جاليات من كل العالم موجودين مبسوطين وبيحتفلوا، وكأنه يوم عرس للملك رمسيس. فعلا يعني انا حسيت اليوم ده كأني فخورة ان انا مصرية، فخورة ان في حاجة زي كده بتتم في مصر، وان في حدث عالمي زي كده الناس كلها بتستناه. مش عايزة اقول لكم اليوم ده مشاعره كانت عاملة ازاي. الفيديو هنا مش هكلمكم عن التعامد، لان التعامد احنا عملنا عليه فيديو خاص لوحده. اما هنا هكلمكم عن معبد ابو سمبل نفسه، والقيمة الاثرية بتاعته والوصف بتاعه من جوه ايه. يلا بينا. معبد ابو سمبل بناه الملك رمسيس الثاني سنة 1303 قبل الميلاد. والملك رمسيس هو أشهر ملوك مصر من عصر الدولة الحديثة، وبيعتقد ان هو جلس على العرش وهو في أواخر سنوات المراهقة، يعني كان لسه يعني 15-16 سنة كده. وحكم مصر في الفترة ما بين 1279 قبل الميلاد ل 1213 قبل الميلاد، يعني حكم مصر تقريبا حوالي 76 سنة. وبيتميز معبد أبي سمبل بتصميمه المعماري الفريد. الواجهة بتاعته اتحفرت في الصخر في الجبل، عبارة عن 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، طول الواحدة منها تقريبا حوالي 20 متر. والأربع تماثيل دول بينهم باب اللي هو باب المعبد. الباب دوت فيه ممر بيؤدي لداخل المعبد عند حجرة قدس الأقداس، حوالي تقريبا 48 متر. جدران المعبد زي ما احنا شايفين من الخارج برضو من الداخل كلها متزينة بتسجل انتصارات الملك وفتوحاته، وطبعا بتسجل منها اهم حاجة اللي هي معركة قادش اللي انتصر فيها على الحيثيين. ده غير طبعا هنشوف المناظر الدينية اللي بتصور علاقة الملك مع المعبودات المصرية القديمة. معبد أبي سمبل بيمثل أحد المعجزات الهندسية المعمارية في العالم القديم. بنى المعبد استغرق تقريبا حوالي 20 سنة. ومعبد أبي سمبل بيضم 2 من أهم المعابد الصخرية. اللي هناك اللي احنا شايفينه ده تاني معبد، الأولاني اللي شفناه كان أول معبد. الأولاني اللي هو معبد أبو سمبل الكبير اللي كان مكرس لعبادة رحور أختي وأمون رح وبتاح نفسه وبتاح والملك نفسه. والمعبد طبعا كان منحوت بالكامل في الصخر. اما المعبد التاني دوت اللي هو على بعد تقريبا 100 متر من المعبد الاول، ده كان للمعبودة حتحور والملكة نفرتاري اللي هي زوجة الملك رمسيس، يعني دوت واللي جنبيه هما جبلين، جبل فيه معبد رمسيس والجبل التاني اللي جنبه فيه زي ما احنا شايفين كده، بصوا حوالي 100 متر اللي هو معبد نفرتاري. أبو سمبل أو معبد الملك رمسيس الثاني، ومعبد زوجته الملكة نفرتاري. دي طبعا من الحاجات المميزة اللي مش أي ملك بيعملها، إن ملك يعمل لزوجته معبد ليها اسمها، فدي حاجة مميزة تشرق الشمس، هي التي من أجلها تشرق الشمس. فأنا يعني مفيش دلع بعد كده ومفيش دلال بعد كده. هو ده اتنقل برضه؟ ده كان تحت اتنقل برضه. معبد نفرتاري عليه 6 تماثيل ضخمة متساوية الحجم بتمثل الملك والملكة. للملك 4 تماثيل وللملكة تمثالين. ومعبد الملكة نفرتاري
منحوت جوه الهضبة حوالي 24 متر. جدرانه بتتزين بمجموعة من المناظر الروعة اللي صورت الملكة وهي بتتعبد للآلهة، أو الملكة مع الملك رمسيس، أو الملكة لوحدها. والإبداع المعماري في معبد أبو سمبل بيظهر مع تعامد أشعة الشمس على حجرة قدس الأقداس زي ما احنا شايفين اللي هي داخل هنا. هتلاقي الملك رمسيس الثاني قاعد، وبجواره المعبودات آمون ورع حور أختي وبتاح. التسمية للمعبد أبي سمبل ترجع للرحالة السويسري يوهان، اللي هو اكتشف الموقع سنة 1813 لما جه طفل اسمه أبو سمبل هو اللي اصطحبه للمكان بتاع المعبد، عشان كده المعبد اتسمى على اسم الطفل دوت. دي نفرتاري مصوره بالتاج بتاع حتحور، وهنا وراها حتحور وهي بتباركها. هندخل هو مفيش دخول، وهنبص بس هنبص. Topiodik aan toplaguna, stamroos. Af met topiodik, even de piodik, staat die piodik met dat. ماسكه زي حاجه اسمها الصلاصل او زي الشوشيخه، تمام، اللي هي زي الشوشيخه دي كان بيبقى ليها رمزيه دينيه. الصوت ده كان بيبقى ليه رمزيه دينيه. وهنا المفروض ان هي قدامها كيسه شكلها البهجة والموسيقى، بالظبط البهجة والموسيقى. هنا هنلاقي الملك بيقدم بعض القرابين، وفيها النباتات اللي هي زي زهرة اللوتس قدام المعبود خنوم. معبد أبي سمبل من المعابد اللي كان من الضروري جدا نقلها في سنة 1960، وده علشان تجنب تعرضها للغرق، وده خلال إنشاء بحيرة ناصر وبناء خزان المياه بعد بناء السد العالي في محافظة أسوان. تكلفة إنقاذ المعبد تقريبا كانت حوالي 40 مليون دولار، يعني حوالي 14 مليون جنيه مصري في الوقت دوت. تم جمعها طبعا لإنقاذ المعبد، وكانت الأيدي العاملة في المعبد كلها مصريين، وكان المتفق عليه إن ما يزيدش سمك القطع عن 6 ملي، وبالفعل نجح العمال المصريين في تحقيق أقل من دوت، لأن هو بلغ سمك القطع حوالي 4 ملي، وده كان إنجاز كبير جدا. إجمالي عدد القطع حوالي 1142 قطعة، يعني حوالي 250 ألف طن تم نقلهم أو تم قطعهم. وتم نقل المعبد على بعد 210 متر غرب مكانه الأصلي، وده كان بارتفاع 65 متر عن سطح الأرض. وشارك في عملية النقل حوالي 2000 عامل مصري في تنفيذ المشروع ككل. والمعبد تم نقله في عهد وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة، اللي هو خاطب اليونسكو لاتخاذ خطوات جادة عشان نقل المعبد لما كان بيغرق. طبعا اشترك في عملية النقل برضو جنسيات متعددة كتير جدا من علماء الآثار والمهندسين في العالم كله. معبد أبي سمبل هو جزء من موقع التراث العالمي لليونسكو المعروف باسم آثار النوبة، اللي بيمتد من أبو سمبل لفيلة قرب أسوان. بصوا شايفين كده العظمة بتاعت المدخل بتاع المعبد قد ايه جميلة، والنقوش اللي بره وانتصارات، وتحس ان انت داخل معركة حربية، داخل لراجل مهم جدا. هنا دي انتصاراته في موقعة قادش. شايفين وقالوا ما بتخش بتلاقي العواميد عليها التماثيل، وكل مكان فيه كتابات وفيه نقوش بيحكي قصة وعظمة
رمسيس التاني. شايفين كده كمال ازاي ده اتنحت. وبعدين الاعجاز بقى برضو لما احنا نقلناه، يعني الاعجاز القديم اللي هو الشمس بتتعامد، الاعجاز الجديد بقى لما احنا نقلناه برضو خلينا الشمس تتعامد. ازاي بقى؟ يعني عملية فلكية معقدة جدا جدا عشان يجيبوا نفس التأثير بتاع الشمس ونفس اليوم. وراقعين دايما الركوع ده بيدل على الخضوع وسيطرة الملك عليهم وإذلالهم، ويدل على ان هو كده منتصر عليهم، وقدرة الملك على سيطرته على الحكم، وقدرته ان ما حدش يقدر ان هو يدخل مصر كغازي او ان هو يحتلها. بس بصوا لا يا جماعه هي ليها تطورات على بعض، بس هي تطورت اكتر في عهد احدث لما احنا بدانا ان احنا نطورها وناخدها من الفلوس ونحط فيها معدات اكتر، فهي اشتهرت اكتر. عشان بيقول لي ممنوع الشرح ومش ممنوع الشرح وانا بطلع اسمعي بوسيله الاعداء دلوقتي من تحت تمام، والمفروض ان قدامه يدير كرب حامي وداعي للملك. هنلاقي بقى ورا على الأعمدة بيصور الملك عشان دي حتة ضعيفة تمام، وماسك هنا بالدراع العدل التاني ده بيدل هي ايه الغرف دي بقى ولا الغرفتين دول؟ الغرف اللي كان بيتحط فيها تماثيل المعبودات وكان يقدم فيها القرابين. هنلاقي هنا الملك ساجد او راكع. سمعت
وهنا كده انا بحاول ادخل لغرفة قدس الاقداس، وقدس الاقداس هي اهم جزء في المعبد، هي مقصورة المعبد وهي اللي بتعرف باسم الست ويرت، يعني العرش الكبير. وبيطلق عليها عرش الملك لان هي بيقدم فيها شعائر التعبد والقرابين. قدس الاقداس موجودة جنب غرفة حفظ القرابين، وزي ما احنا شايفين كده هم 4 تماثيل، والاربع تماثيل هم لرب منفيس اللي هو بتاح، ورب تيبا اللي هو امون رع، ورمسيس نفسه، وبعد كده رب هليوبلس اللي هو رحور. الاربع تماثيل دول التماثيل الشمس ده اللي الشمس بتعمد عليهم كل سنة يومين في السنة، يوم 21 فبراير ويوم 21 أكتوبر، وطبعا بتكون في احتفال كبير جدا للموضوع دوت. وحكاية تعامد الشمس على غرفة قدس الأقداس لها سببين، أيهما أصح احنا مش عارفين، بس هو أول سبب بيقول إن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي. الرواية التانية بتقول ان اليومين دول بيتزامنوا مع مولد الملك رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش، وتقريبا هم معتمدين الرواية التانية اللي هو يوم المولد ويوم الجلوس على العرش. وزي ما احنا شايفين العدد عامل ازاي، والناس قد ايه، وقد ايه الاقبال على زيارة معبد ابو سمبل، وقد ايه شايفين الناس حضارة، جايين يشوفوا الحضارة، جايين يشوفوا قبل 3000 سنة كانت الدنيا عاملة ازاي، قد ايه كان في حضارة، وكان في ان الملك يعمل معبد لزوجته نفرتاري، دي حاجة يعني كبيرة جدا وفيها تكريم كبير جدا للمرأة. هنا كده ده طريق الخروج، وهو نفسه على فكرة كان طريق الدخول، بس انا ما صورتوش فقلت اصور لكم وانا خارجة، لان بالليل كانت وانا داخلة كان ضلمة. طبعا بتمشي ممر طويل جدا لحد ما توصل للنهاية او لباب الخروج. زي ما احنا شايفين الخروج طبعا بمطلع كده هو صعب شوية، بس في جولف ممكن تنقلك، بس غالبا الجولف بيبقى تقريبا معظمه لكبار السن، لان عدد الجولف بقى قليل يعني. زي ما احنا شايفين انا كنت طالعه وكان في ناس لسه داخله تشوف. بصوا كميه الناس قد ايه، مش عايزه اقول لكم من كل انحاء العالم كله كان عندنا بيحتفل بيوم تعامد الشمس على تمثال رمسيس. الفرق الفنية اللي لها فولكلور خاص كده كانت طبعا داخلة زي ما احنا شايفين من بلاد مختلفة. ده فريق تقريبا كرة سلة او حاجة زي كده. الحقيقة المنظر كان مبهج جدا جدا، ويوم انا مش هنساه ومش هكرره تاني، لكن مش هنسى ان انا حضرت يوم عظيم بالشكل دوت. شفت الطقوس بتاعته كلها بتتم ازاي، وشفت قد ايه في بلد جميلة كمان اسمها ابو سمبل، سواء بالمعبد او بالبلد نفسها وباهل البلد الطيبين. وهنا كده احنا في طريق العودة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا معلومة جديدة، وكمان اتمنى انتوا تروحوا، بس يا ريت لما تروحوا في شهر فبراير مش في شهر اكتوبر، لان في تعامد تاني في شهر اكتوبر، عشان شهر اكتوبر طبعا مش هتستحملوا فيه درجات الحرارة. اما فبراير كان الجو حلو مع انه كان ساقع جدا جدا بالليل. وكده انا خلصت الفيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا لي زر الجرس وتشيروا الفيديو عشان انقل لكم كل جديد. وباي باي.